السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير يا بنات. بصوا قولوا لي بقى ايه رايكم في العظمه دي؟ ايه رايكم؟ بصوا بقى، ده جوع اخر الليل. بصوا ده طبعا مش رز معمر. ايه رايكم؟ بصوا دي بقى مكرونه بالفراخ، مكرونه نجريسكو على طريقه ام سيف. تحفه، والله العظيم تحفه. بصوا طريقه ازاي. بصوا انا بعمل عظمه، والله العظيم عظمه. ده بقى جوع اخر الليل. انا عملت لهم مكرونه بالفراخ، تمام. رحت واخده المكرونه، عملت راق. يعني قلت اعمل شويه ليا. عملت راق بشاميل وراق مكرونه وراق فراخ. بعد كده حطيت البشاميل من فوق، ما عملتش طبعا رقتين عشان ما تكونش عاليه قوي، لان دي حاجه صغننه جدا، تمام. ورحت حاطه عليها بيضايه من فوق الوش، وحته كده سمنه بلدي من فوق الوش. بقت روعه الروعه. محدش بقى قلدني عشان دي ما بتتخنش خالص، دايت دايت يعني. والله العظيم يا اخواتي تحفه رهيبه. بصوا يعني طريه كده وجوسي، حاجه كده تحفه التحفه. انتوا عارفين طبعا انا بحب اكلف الحاجه قوي عشان تطلع كده جميل. الحمد لله رب العالمين. طبعا دي انا عملتها ازاي. طبعا سلقت المكرونه، تمام. عملت الفراخ، عملتها ازاي الفراخ. بصلتين مبشورين عليهم، حمرتهم شويه، عليهم سن الثوم، حمرتهم شويه ببعض. رحت نازله الفراخ اللي متقطعه شاورما عليهم. بعد كده نزلت حوالي ربع كيلو فلفل الوان، قلبتهم وتبلتهم باتنين ماجي وكل التوابل اللي عندك على حسب الرغبه. حطيت عليهم شويه ميه وقلبتهم لحد ما تشربوا شويه، ما تشربوش قوي، خليت فيها صوص، تمام. اللي هو صوص الفراخ خليت فيها صوص شويه. بعد كده حطيت عليه المكرونه، قلبتها كلها ببعض وطلعت شويه فراخ بره لوحدهم. قلبت المكرونه كلها ببعض. الصوص هيخلي المكرونه مش ناشفه، يخليها جوسي وطعمها حلو قوي، تمام. بعد كده ولادي بقى، انا بخلي المكرونه دي لوحدها، ولادي بيحبوا عليها صوص ابيض من فوق. انا بقى خدت كل ده وعملتها بالبشاميل، عملتها بقى بالمنظر ده. ايه رايكم؟ عايزه بقى رايكم في الكومنتات. وبالله عليكم كل اللي يخش يتفرج على الفيديو يصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام ويعمل لي لايك. يا رب كل اللي يعمل لي لايك يحقق له ربنا كل ما بيتمناه. يعمل لي لايك واشتراك في قناتي اسمها يوميات ام سيف للاكل البيتي، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تصبحوا على الف خير.